ما ينفعش تكوني بتتابعيني ولسه فاكراها صعبة. الحجازية الاسكندراني ألذ حاجة جنب كوباية الشاي أو الشاي بلبن، ما استغناش عنها فطار عشاء، وهتشوفي بنفسك مكوناتها سهلة وبسيطة وفعلا تستاهل، دايبة وناعمة وريحتها بتقلب البيت. حرفيا كل اللي ياكلها عندي يسألني عاملاها ازاي. سمي الله وصلي على رسول الله. شيري الطريقة في صفحتك ومع كل اصحابك. اولا كده معايا نص كوباية من المية، احط عليها معلقتين سكر ومعلقة خميرة. يفضل المية هنا عندك تكون دافية عشان الخميرة تتفاعل بسرعة، دافية مش ساخنة، ومعلقة الخميرة كبيرة وهرمية، وتسيبيها تخمر على جنب. بولة تانية ونفس الكوباية استخدميها، احط كوبايتين من سميد البسبوسة الناعم، الناعم السادة مش الاكياس اللي عند العطار، عليها نص كوبايه من السكر وكوبايتين دقيق، وكله بنفس معيار الكوبايه اللي عايرتي بيها. ما تنسيش بس تنخلي كوبايتين الدقيق زي ما عملت كده. بالنسبه بقى للدهون اللي هحتاجها، هتكون نص كوبايه من السمنه، وهنزل عليها بنص كوبايه من الزيت، يعني هي بتحتاج كوبايه. هبتدي بقى ايه، افركها كويس كده الدقيق بالسميد واشربها بالسمنه. واختاري بقى شويه سمنه بلدي كده عشان الريحه تبقى مفحفحه، والزيت طبعا هيخليها مقرمشه قوي. شربتهم كويس عادي. في المرحله بقى اللي هنحط فيها السوائل مش هنعجن، احنا هنلم بس. نزلت نص كوبايه الخميره، وجنبي بقى نص كوبايه ميه بنزل بيها معلقتين معلقتين. طبعا السميد في الاول بتحسي ان هو ناشف، بعد كده بيمتص السوائل دي. المهم تبقى زي العجينه في ايدك بالشكل ده. يبقى احنا احتاجنا نص كوبايه الميه اللي فيها الخميره ونص كوبايه ميه عليها، ودي السوائل اللي هتحتاجها. هغطيها بقى واسيبها تخمر في مكان دافي. يبقى كده خمرت اول مره. الحشوه الداخليه بتكون عباره عن كوباية سكر، كوباية سميد، معلقة كاكاو خام، ومعلقتين من القرفة. حجازية اسكندراني يعني قرفة، يعني ريحة القرفة في كل البيت. بصوا بقى جنبي كده ربع كوباية مية. عايزة اخلي الخليط ده زي الرملة المبلولة كده. ربع كوباية مية عليه ونديها بالشكل ده. هنجيب بقى الصاج، الصينية اللي هنعمل فيها، وهنفرد فيها اول طبقه. طبعا العجينه خمرت عندي، خدت نصها وفردتها. وبالاكياس هتسهل عليكي الفرد جدا. كيس كبير كده وافردي ورققيها. انا بحبها الصراحه رقيقه، لما بتبقى مليانه كده لا ما بتبقاش حلوه. بصي هي رقيقه بتبقى مقرمشه ودايبه من جوه تحفه. بصوا فردتها على طول، ونزلت على طول بالحشوه اللي عملناها، سكر وقرفه وسميد وكاكاو عشان ناخد اللون الغامق. افرديها هي كمان. وهبتدي على طول بقى. بصي الطبقه التانيه هفردها ازاي، هفردها برضو بين كيسين. الكياس يا جماعة بتسهل الفرد، يعني مش هتتعبي خالص. وهتبتدي بقى ترققيها. انا عايزة سمك العجينة كده يبقى ايه، اقل من 1 سم فوق وتحت. وبالكيس بقى كده بصوا هروح جايبة على طول فوق الحشوة من غير اي بهدلة، وهبتدي افردها بالشكل ده. طبعا الفيديو موضح. يلا بقى شجعوا اختكم مريانة باجمل لايك، واكتبوا لي تعليق، واكتبوا لي عملتوا الحجازية قبل كده ولا لا. بذمتك في حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ ما تحرميش نفسك من الجمال ده. بصوا الاطراف طبعا هنا كانت زياده معايا، دخلتها على الحروف، وبحط الكيس وببتدي كده اساوي بسباتولا لغايه اما تبقى ايه معايا بالشكل ده. شيلي بقى الكيس وابتدي قطعي التقطيعات اللي انت عايزاها، صوابع بقى، سمبوكسات، مربعات، اللي انت عايزاه يا ست الكل. وشايفين صاج زي كده يعني يقعد معايا ايه اسبوعين. هتحفظيها طبعا في علبه وزي الفل. ما بندهنش الصاج اي حاجه، لان هي اصلا فيها كوبايه من الدهون، ولا حتى وشها ندهنه اي حاجه، بس بخربشها بالشوكه كده عشان ندي شكل جميل. الفرن عندك يكون حامي، لازم تكوني مشغلاه درجه حراره 180، وهتحطيه في الشبكه العلويه عشان ما ياخدش لون من تحت وفوق. لسه فرنك مش حامي من فوق، هتشغلي فوق وتحت، او تشغلي الشوايه على الهادي اخر 10 دقايق. بتقعد قد ايه والله يا جماعه؟ ما فيش بالظبط 25 30 دقيقه، وبتاخد اللون الذهبي الجميل ده. ايه الحلاوه والريحه اللي كانت ماليه البيت دي بجد. بتوحشني قوي الحجازيه. ومعرفش حجازيه يعني شتاء، اللي بيعشق القرفه طبعا عارفها. وطبعا الاسكندرانيه فوق دماغنا يا جماعه، قرمشه وذوبان في نفس الوقت. يعني لو عايزه تعملي اي بسكوتات، لا الحجازيه اولى. بتحبي القرفه، والله حتى لو بتحبيش القرفه هتعشقيها في الحجازيه. وطبعا ريحتها كده سمنه بلدي مفحفحه. يلا بقى اعملي لي كوبايه شاي وشاي بلبن، واعملي ليكي وللعيال، ويلا بقى اتعشوا وافطروا زي ما انتوا عايزين. الف هنا وشفا. محتاجه منكم تتفاعلوا مع الفيديوهات عشان نرجع تفاعل الصفحه، وتقولوا لي رايكم في الحجازيه وعملتوها ولا لا. بحبكم في الله، متابعتكم اكبر شرف ليا. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.